السلام عليكم. ما تيجي النهارده كده نتكلم مع بعض عن القسطره النيلتون او القسطره العاديه او قسطره السكشن او الدرنقه، ونوضح الفرق بينهم ومقاس كل واحده فيهم. محتاجين نعرف الاسم والمقاس واللون. طيب انا عندي اصغر مقاس عندي هو القسطره رقم 6، واكبر مقاس عندي قسطره رقم 24. يبقى المقاس عندي بيبدا من 6 لحد كام؟ لحد 24. بيمشي معايا زوجي. فانت عندك مقاس 6 اللي هي القسطره الاخضر الفاتح، بعد كده مقاس 8 الازرق الغامق، بعد كده مقاس 10 الاسود، بعد كده مقاس 12 اللي هو الابيض، ثم مقاس 14 اللي هو الاخضر الغامق، ثم مقاس 16 اللي هو البنفسجي، ثم مقاس 18 اللي هو الاحمر، ثم مقاس 20 درناء الصفراء، ودي غالبا بيستخدموها في حالة المناظير. وبرضو المقاس 22 القسطرة البنفسجية برضو بيستخدموها في المناظير. وعندك برضو القسطرة مقاس 24 اللي هي الازرق الفاتح، وده اكبر مقاس عندنا. دول بيستخدموهم كدرنقه في حالات المناظير. طيب احنا قلنا المسميات بتاعتنا اما قسطره عاديه، اما قسطره سكشن بسكشن بيها بعد مثلا عيان مثلا نام جنرال، او عيان مثلا في عنايه وحبيت استخسر منه السكريشن اللي عنده، تمام، او قسطره نيلتون او درنقه. لفظ درنقه زي ما قلنا ان مثلا عندي حد عمل منظار مثلا، ولكن مثلا عامل استئصال مراره، فانا عايز احط درنقه عشان شاكك ان المنطقه اللي انا استئصلت منها مراره فيها بليدنج، فيها نزيف، فانا بحط دي عن طريق السكين، بعمل فتحه في السكين بتاعنا. خلاص هنا كده الكلام ده لو كان اوبن، ولو كان منظار ففي كده تكنيك كده بالمنظار هنبقى نصوره لكم ان شاء الله ازاي ندخل قسطره عن طريق الفتحه بتاعه التروكر. دي حاجات كده ان شاء الله هنوضحها لكم لما نيجي نصور المناظير. فسريعا كده ممكن نقول درنقه، ممكن نقول قسطره نيلتون، ممكن نقول قسطره سكشن، ممكن نقول قسطره عاديه. دي كده مقاساتها والوانها. تاني سريعا: مقاس 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 مع طبعا الالوان المختلفه. احفظ اللون اللي انت عايزه. تركايه كده حابب اديها لك قبل ما اقفل الفيديو: لو انت عندك عيان متيب، يعني متركب له حاجه اسمها انترتراكيال تيوب، يعني متركب له انبوبه حنجريه، وعايز تختار المقاس اللي هتسكشن بيه من التيوبه ديت، فعندنا معادله كده بسيطه علموها لنا. بنقول اطرح واحد من مقاس الانبوبه الحنجريه واضرب الناتج في 2. فرضا مثلا عند طفل مركب انبوبه حنجريه مقاس 5، خلاص كده، فعندك مثلا 5 نطرح منها 1 يديك 4، يضرب في 2 يديك 8. يبقى انت تستخدم القسطره ايه؟ مقاس 8 للقسطره الزرقاء الغامق. خلاص كده. طيب مش متاح عندي القسطره الزرقاء الغامق، تاخد المقاس اللي قبلها او المقاس اللي بعدها عادي. طيب انا ممكن يطلع معايا العدد بتاعي فردي. مثال: معايا مثلا عيان مثلا مركب انبوبه حنجريه مقاس 6.5، اطرح 1 يديك كام؟ 5.5، اضرب في 2 يديك 11. هو في قسطره مقاس 11؟ لا، بس في 10، بس في 12، بس في مقاس 8. يبقى انت ممكن تاخد المقاس اللي قبليك او المقاس اللي فوقيك في حال عدم وجود المقاس اللي انت جبته. نطرح 1 من الانبوبه الحنجريه واضرب في 2 يديك مقاس القسطره اللي احنا هنسكشن بيها. انتظروا الفيديو القادم باذن الله. لو انت على اليوتيوب اعمل لايك وشير سبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك شرفني كده بكومنت منك وشير ودعم لله، يعني وصل الحاجات دي اللي لسه بيتعلم او عايز يفهم انواع الاساطر واحجامها واسمائها. شكرا، السلام عليكم.